السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ملخص الوحدة الأولى 5 ابتدائي. هقول لك دلوقتي 7 أفكار هي الأفكار الرئيسية للمسائل في 5 ابتدائي. أول حاجة، عشان تجيب كسر مكافئ بتكتب الكسر الأصلي زي ما هو، اللي هو هنا 2/5، وتختار أي رقم. أنا هنا اخترت ال3، هنا اخترت ال3. هضرب ال3 في البسط والمقام، يعني هقول 2 في 3 ب6، و5 في 3 ب15. يبقى الكسر المكافئ هنا هو 6/15. انت ممكن تختار رقم تاني، 3 4 5 6 7 اللي انت عايزه. المهم تضرب في البسط والمقام في نفس الوقت. الرقم يتضرب في البسط والمقام في نفس الوقت. 2، عشان نحسب أصغر مقام مشترك لكسرين، نحسب الميم ألف للمقامين. نحسب الميم ألف للمقامين. وأنا هنا بحب الطريقة دي عشان دي طريقة عامة، يعني الطالب اللي عنده لخبطة في جدول الضرب، الطالب اللي مش عارف الأعداد الأولية، كل المشاكل دي بتخلص لو جبنا الميم ألف على طول. طيب نحسبه ازاي؟ هنكتب التسعة كده اهي، وال12 كده. التسعة عبارة عن 3 و3، ال12 عبارة عن 3 في 4، والأربعة اللي هي كام؟ اللي هي 2 و2. وبعد كده هنعمل الأعمدة بتاعتنا كده أهو، ونيجي نقول كده ميم ألف بيساوي 3. هناخد من هنا 3، وهناخد من هنا 3 واحدة بس، وهناخد من هنا 2، وهناخد من هنا 2. يبقى 3 في 3 ب9، 9 في 2 ب18، 18 في 2 ب36. إذا أصغر مقام مشترك للكسرين هنا هو 36. سؤال بعد كده برضو مهم جدا، هو سؤال بيجي يقول لي مثلا اجمع أو اطرح الكسرين. طيب لازم عشان تجمع وتطرح الكسرين لازم توحد المقامات على الميم ألف. طيب مثلا جه قال لي 1 - 2/5. طيب دي هنعمل ايه هنا؟ هنا في اكتر من طريقة. الطريقة السهلة جدا، مادام الرقم ده 1، خلاص شيل الواحد وحط البسط ده كده ينزل مرتين. يعني هو 5 هنا، يبقى اكتب هنا 5/5، اكتب مكان الواحد 5/5 ناقص 2/5، ونطرح عادي جدا. 5 ناقص 2 يبقى يطلع ناتج 3/5. تاني، الواحد ده هشيله واحط مكانه المقام ده مرتين، يبقى 5/5. طب لو ده كان 6/6، لو ده 7/7. ونكمل عشان اعمل كسرين متشابهين. المسألة اللي بعد كده 2 ناقص 1/4 ناقص 1/5. هنعمل ايه ببساطة؟ أول حاجة ننزل الاتنين زي ما هي مؤقتا، ناقص. نيجي بقى هنا 1/4 ناقص 1/5. هنا قلنا هنعمل ايه على طول؟ هنا عندي كسرين مختلفين في المقام، يبقى على طول هجيب الميم ألف ليهم. طيب انتوا شطار بتعرفوا تجيب ميم ألف بسهولة. الميم ألف ليهم كام؟ الميم ألف للكسرين هو 20، هو 20. طيب في قاعدة تانية جميلة جدا، يقول لك لو الرقمين دول لا يقبلوا القسمة على بعضهم، تمام، يبقى على طول المقام المشترك اضربهم في بعض. يعني هنا 20. طيب هنعمل كده، هنكتب تحت 20 الكسر الأول، وهنا ناقص، والكسر التاني 20. الكسر ده اللي هو ده، وده هو ده. نبدأ بقى نشوف الأربعة إزاي نخليها 20. ضربنا في 5. الأربعة عشان نخليها 20 ضربناها في 5، يبقى زي ما ضربت الأربعة في 5 هتضرب الواحد ده برضو في 5، يبقى 1 في 5 ب5. نكتب ال5 هنا كده، ناقص هنا 1/5. الخمسة ازاي بخليناها 20؟ ضربنا ال5 في 4، يبقى زي ما ضربت ال5 دي في 4 هتضرب الواحد ده برضو في 4. 1 في 4 ب4. تبقى المسألة بتاعتك هتبقى كده اهي، الاتنين دي هتنزل اهي. بعد كده هنا ناقص 5/20 ناقص 4/20 يطلع كام؟ يطلع 1/20. طيب ايه بقى الخطوة الأخيرة هنا؟ خطوة سهلة جدا،
كل اللي هتعمله ببساطة خالص هنعمل ايه؟ بص، نزل الواحد على 20 ده زي ما هو كده اهو. طيب والخطوة اللي بعد كده اضرب 20 دي في الاتنين، 20 في الاتنين يطلع 40، ونزل المقام ده زي ما هو هنا المكان اللي تحت 40 كده اهو. تاني اضرب 20 في الاتنين يطلع لك 40 دي، تمام. وبعد كده نزل المقام اللي هو 20 زي ما هو واطرح عادي جدا، هيطلع في النهاية 39 على 40. سؤال تاني برضو على الطرح، 5 و1 على 3 ناقص 2 و2 على 3. هنا ممكن طالب متسرع شوية يقول لي 5 ناقص 2 ويطرح، بس في مشكلة هنا، لازم البسط الأول يكون أكبر من البسط التاني. طيب عشان نحل المشكلة دي هنعمل إيه ببساطة؟ الواحد ده هيستلف من مين على طول؟ هيستلف من الخمسة دي. طيب احنا هنروح للخمسة، يا خمسة عايزين منك واحد، خلاص الخمسة هتبقى 4 اهي. نبدأ من هنا كده عشان المسافة، 5 هتبقى 4، وهنا خليها كده زائد 1. أنا أحب دايما أكتبها بالطريقة دي، 1 و1 على 3، يعني كأن الكسر ده كله خد 1 من الخمسة، بقت هي 4 وهو 1 على 3 ناقص الكسر ده 2 و2 على 3. طيب نكمل بقى الكلام، لسه ده عدد كسري، تعال نحوله كده. 1 في 3 بإيد في رجل زائد رأس، 1 في 3 ب3، 3 زائد 1 4. يبقى أنا كده طلع معايا إيه بقى؟ طلع معايا ده كده العدد الكسري ده الناتج بتاعه 4 على 3. طب ما في 4 تانية هنا اهي، نجمعهم مع بعض بقى تاني، يعني هيبقى 4، ال4 دي هتنزل هنا اهي، وال4 على 3 كده اهي جنبها، ناقص 2 و2 على 3، ناقص 2 و2 على 3. ونكمل عادي جدا، 4 ناقص 2 2، 4 ناقص 2 2، وهنا 4 ناقص 2 2 والتلاتة تنزل. آخر سؤال، 8 ناقص 3 و2 على 4. بنفس الطريقة بالظبط احنا هنعيد كتابة ال8. ازاي؟ شوف هنكتبها ازاي. هناخد من ال8 1، هتبقى كام؟ هتبقى 7، يعني كأني هكتب كده 7 زائد 1 اهي، ناقص 3 و2 على 4. 7 زائد 1 دي اللي هي ال8. طب انت خلاص دلوقتي بقيت ناصح، عارف ان الواحد ممكن يبقى كام بقى على كام؟ الواحد ممكن يكون كام على كام؟ 8 على 8، أو 7 على 7، أو 6 على 6، أو 4 على 4، أو 2 على 2. طب أنا هختار مين؟ اختار اللي يسهل عليك الدنيا، اختار الرقم اللي يبقى زي المقام ده، يعني لو ده 4 اختار 4 على 4. خلاص يبقى أنا هكتب ال7 كده أهي، تمام. بعد كده هنا الواحد هنكتب 4 على 4 ناقص 3 و2 على 4. 7 ناقص 3 4، وهنا بعد كده 4 ناقص 2 2 على 4، يبقى الناتج النهائي 4 و2 على 4.